انا العيله دي معصباني قوي يا جدع. اه بنت تفاح اخضر جابها. العيله دي معصباني قوي يا اخي. ليه؟ مش عارف، في منهم حد بيمثل. انا كنت فاكره البت جايه تمثل، فقلت يعني كوزاره داخليه نساعد في الوسط الفني، واحنا كنا في ظروف صعبه، ففاكر انها داخله تهرج او بتمثل. هي تقرب لمحمد بيه فراج. مش عارف، الاسم غريب شويه، وبعدين محمد بيه فراج لو قريبها هيعرف ان ده حصل لها وما يعملش حاجه. انا مش فاهم حاجه، ولا انا كمان فاهم. طب نتدخل في الحوار ولا بلاش؟ يا عم بيقولك كلم اهلها يا عم. انا عامل ايه؟ المأمور اللي قال. مش عارف. انا جاي على بالي انزل اقول لها متبلغش. الواد اللي دخل اتعجن عشان خاطر يلحقها. كفايه ضرر لحد كده. يا ابويا دول عرب واحنا مش ناقصين نموت كلنا. هوب نلاقي الاسم كله اتقفل. ده بص، اول ما جاب سيره عيله الهواري اتفرج على الاسم كله بقى عامل ازاي. تبي عملت حركه مبهره جدا. كنت واقف فوق وبعدين نزلت لها تحت وبعدين رحت يمين وشمال. لا حلو برضه. شكل البت عجبتك. بعدين لو جاي على بالي ان انا اخدها في حضني والله اقول لها معلش، بس اعمل ايه؟ خايف تفهمني غلط. ده بس هي كانت شكلها معجبه بيك. اه بس انا جامد الصراحه، شكلي حلو ها؟ بس ردودك قليله الادب على فكره. قليله الادب قوي بقى. لا، ما انا ما كنتش بستفزها هي، انا كنت بستفزه هو عشان ما عرفش يلحقها فبحسه بالذنب. هو انا دين امك مش كفايه اللي كان فيه؟ كان ممكن يمد ايدي عليا صح. كان ممكن يقلق أدبه. مم. كنت الاقيه فجأة داخل على الاسم وجاي يهزقني، بس هو عشان عارف ان هو ملوش صفة بالنسبة لها. طب انت ايه الموضوع يا كابتن؟ يعني انت ايه رأيك في اللي حاصل لها ده؟ انا اعمل رأيي ايه؟ طبعا رأيي انه مش حاجة حلوة، بس هعمل ايه؟ يعني حتى لو انا اروح اعمل ايه؟ انا اروح الحقها واخسر شغلي؟ اروح اساعدها واخسر شغلي ولا اموت؟ اكيد مش عايزة اعمل كده. ما محمد كان هيخسر ها. محمد عمل ايه؟ راح ضربه بالرصاصة في رجليه، وبعدين استفدنا ايه؟ ولا حاجة. لا، محمد يتأذى. محمد اتأذى وحصل له مشاكل، وهي المفترض انها راحت اصلا ترتبط بيه، ومفترض ان محمد كان في حياتها. ما هو محمد كان بيحاول يستغلها، ما انت عارف. انا مش عارف لها الصراحة هي عايزة مين بالظبط او عايزة ايه. هي البنت غلبانة، كان كل اللي شاغلة بالها انها ترتبط براجل. كانت فاكرة الاخ راجل، وبعدين جالها التاني فكرته راجل، وكل ما تفكر ان في راجل يخذلها. بس انت ايه رأيك فيا؟ انا راجل. وكنت فين يا ذكر يوم الحادثة؟ مش عارف، سبتكم بقيتكم الابطال يروح يعمل راجل مكاني عشان انتوا اسود برضو. تخاف تموت الصراحة. مش حابة اموت دلوقتي الصراحة. انا لسه شاب وحلو وحليوة و... والف مين يتمناني. مم. انا عايزة اتجوز، كنت اقول لها لمي الموضوع قومي روحي وما تبلغيش، وانا عملت اللي عليا وعملتش محضر ولا قضية. ليه؟ عشان الموضوع يتلم والبنت تتجوز، تتعالج كل الاصابات، وربنا يوفقها ان شاء الله. او ان شاء الله عن امها ما اتجوزتش. المهم بلاش الموضوع يطلع للاعلام. ليه؟ عشان انا اعصابي متبقاش كويس. انا عارف ان الاعلام مش هيقول حاجة، يبقى ان نبقى البنت انفرحت
ولا منها اتجوزت ولا منها عاشت ولا من حقها رجعة. انا عارف، انا تحقيقات النيابة والاسم، انا عارف، انا اصل العيلة بنت الكلب دي، انا عارف. يعني انت مصدقها ولا لا؟ هو انا قلت انها كدابة؟ ما الولد دخلت عجن قدامي، ما انا شفت كل حاجة. طب مش كفاية خسرنا واحد؟ نخسر الباقي طيب. بتقولك راحت تسافر اسرائيل، عايزة تسافر اسرائيل. على خيرة الله خليها، ما انا كنت بقول لها كده برضه. خلي انكل افخاي يساعدها. خلي الصهاينة يساعدوا شوية بقى في اللي هم بيعملوه فينا، خلينا احنا قاعدين بشوات بقى. انا تعبت والله. اللي زرع الارهاب يجني نتائج بقى، انا مالي. يا محمد بيه كده ما ينفعش. بيه ايه بقى؟ ده انتوا اللي بشوات. سيبوني في حالي، انا مش طايقه حد والله. بس انت ايه رأيك يتجوزها؟ مش عارف، غيران منه. هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ عجبك البت ولا معجب بيها ولا عايز تساعدها ولا عايز تجرب معاها؟ بقى يا فاجر البت تقولك ان حصل لها كده، تقول لها لو قلتلك ان انا كمان عايزه اقوم انام معاكي هتعملي ايه؟ البت انهارت وكانت هتموت، هتنفلق من عياط. ما مش عارف، اول مره الاقي حد صادق. اصل انا متعود ان انا دايما الستات اللي بتخش تبلغ الحاجات دي بتبقى صيع وممسات، ودي شكلها مش فاهمه حاجه خالص. بس هزقوها جامد تحتها. اه. بس هي شكلها شيك على فكره، وبنت ناس. اه، بنت الناس اللي بتقع دايما مع ولاد الكلب. طب خلاص، قول مبروك وصف النية لزميلك وسيبه يتجوزها يا عم. كل شويه يتجوز له واحده يا عم. ايه ناقصه؟ خليها تعيش لها يومين. تعيش لها يومين معاه، تتبسط بيه كده، يتبسط بيها كده، تخلف لها حتة عيل، تنشغل بيه، تحل عن سمانة بقى، تخاف عليه وتحل عن سمانة شوية. عيل منه تجيبه ويسندها في الدنيا. يا عمي بيقولك اسمها خلاص اتعوق، لا هينفع تتجوز ولا تخلف. انت بتقول ايه؟ مش مهم، خليه يتجوزها يعيش معاها يومين تلاتة، خلاص يقضوها بوس واحضان، يقضوها من بره الهدوم، يعيشوا مع بعض صحاب، المهم يتجوزها ويبقى حلال. يكفل طفلة يتيمة في بيته، يسعدها وتسعده. بعدين في التهريج ده انا برضو عايزة افهم مالك دلوقتي. ماليش يا عم، ماليش يا عم، انا كويس.